ضايع في كل المواد ونفسك في خطة تلم بيها كل اللي عليك. لا ده انت عندك مشكلة كمان. انت كمان نفسك ترتاح لانك بقالك حوالي 5 شهور عمال بتذاكر وتتدلع شوية وتروح درس شوية. صديقي طالب تالتة ثانوي، انا جاي النهاردة علشان اقول لك على خطة جميلة جدا تقدر انك ترتاح بيها بجد وتبدأ بنشاط جديد وتلم كل اللي عليك. مش هقول لك في شهرين ولا في شهر، لا، ولا في اسبوعين، في اسبوع واحد بس. انت النهارده عندك فرصه ذهبيه تقدر ترتاح فيها وتلم كل اللي عليك. ازاي يا مستر؟ 10 ساعات بس. 10 ساعات. عندك كام ماده؟ 5 مواد. ايه رايك لو انت ذاكرت ال5 مواد كل يوم، لكل ماده ساعتين؟ فبقى عندك ساعتين لكل ماده. واحد يسمع الكلام ده يقول لي ايه؟ هذاكر 10 ساعات؟ انت كان درسك كام ساعه؟ حوالي 4 ساعات 5 ساعات، وبتذاكر قدامهم 5 ساعات، يعني هما نفس ال10 ساعات، ما عملناش حاجه زياده. بس تخيل لو انت اديت لكل ماده ساعتين في 5 مواد، يبقى 10 ساعات، مش محتاج منك اي حاجه تاني في اليوم. في خلال 7 ايام يبقى انت كل ماده ذاكرتها حوالي 14 ساعه. 14 ساعه في العربي، ما تلمش العربي؟ تعال نحسبها. البلاغه محتاجه منك حوالي 3 ساعات، الادب محتاج منك حوالي 3 ساعات، النحو محتاج منك حوالي 6 ساعات. انت تقريبا قدرت تلم المنهج بتاع العربي، ولسه فاضل لك كمان وقت انك تقدر تحل فيه. نفس الكلام هتعمله في الانجليزي، هتعمله في الرياضه، هتعمله في الفيزياء، هتعمله في التاريخ. تقدر تلم كل المواد في اسبوع لو حددت لكل ماده ساعتين بس في اليوم.